حاجه اتقالت عليا على احمد حسام ميدو. يعني احمد حسام ميدو عمل كده بودكاست مع شباب جمال بصراحه وحاجه جميله. انا دايما بحب الشباب اللي دمها خفيف كده واللي واخدين الموضوع بشكل عادي. وحتى ميدو على فكره حبيبي، ميدو اخويا جدا ومجنون زيي ومجانين، وياما يعني عشنا اوقات كتيره جدا مع بعض في الملعب وبره الملعب ومن اللعيبه اللي انا بحبها شخصيا. البودكاست معظمه حوالي تقريبا 35 دقيقه عن ابراهيم سعيد، فحلو. انا والله بتشرف، والشباب اللي قاعدين بصراحه شباب جميل وحابيني وبتاع وبيهزروا حتى وبيخبطوا فيا وميدو سخن، يعني ميدو شردني بس يعني والله العظيم انا عندي حاجات لميدو ما بعرفش اقوى من الكلام ده. هو ممكن يعني اكيد متذكره بس هيعمل عبيط يعني هيكبر دماغه. فميدو اتكلم على حالتين ده كده يا جماعه، يعني 35 دقيقه او 25 دقيقه او اكتر كمان. يعني ميدو قال حالتين، يعني تخيلوا موضوع. طبعا اولا كابتن حسام وكابتن ابراهيم ان هو قال ان هم ما بيتقوش ابراهيم سعيد. والله يا جماعه انا اللي ما بيجي يتعامل حد معايا من لعيبه الكوره فممكن ما يتقنيش جوه الملعب. انا ما طقش، انا ما طقش نفسي جوه الملعب يعني انا بجد جوه الملعب ما حدش يطقني. يعني اللي يفهم ابراهيم سعيد ما تتعاملش معايا جوه الملعب، انا ما بهزرش جوه الملعب. فكابتن حسام وكابتن ابراهيم دايما كان في بعض اللعيبه بتخاف تلعب عليهم جامد، فانا كنت واحد من اللعيبه اللي بتلعب جامد. ففعلا الموقف اللي هو حكاه ده حصل حقيقي، وكان حصلت مشكله ما بيني وما بين الكابتن حسام، وقعدوا يجروا ورايا والله يا ميدو فكرتني بقى ازاي انت مالكش حل. وقعدوا كانوا هيجروا ورايا وطلعوا ورايا الاتوبيس وقصه كبيره وكابتن حسام قال لي اعتذر اللي قلت له لا مش هعتذر وقال لي طب يلا، حتى قال لي يلا قول يا كابتن، قلت له لا ما بقولش يا كابتن. فطبعا حسام عارف تكشير كان هياكلني تحت اسنان كان هياخدني تحت اسنان. ولا تعرفين يا جماعه كابتن حسام وكابتن ابراهيم يعني لما بيتعصبوا العروق بتاعتهم دي بتطلع، يعني عارف والله بتطلع كانهم يتحولوا فيلم رعب يعني. فطبعا قلت له انا ما بخافش، فكان من هنا الموضوع. بس والله انا بحترم كابتن حسام وكابتن ابراهيم مهما ممكن نختلف مع بعض كوره، في الاول والاخر انا اتعلمت منهم حاجات حلوه كتير قوي. الروح جوه الملعب، الاخلاص جوه الملعب، وازاي تموت نفسك وازاي تقاتل جوه الملعب. فمهما حتى ممكن اختلف مع كابتن ابراهيم وكابتن حسام، بس هم ناس اتعلمت منهم كتير، اتعلمت منهم جوه الروح جوه الملعب. ومهما الناس تختلف معاهم يا جماعه، حسام وابراهيم قيمه واسم كبير جدا في الكره المصريه، سواء مع الاهلي او مع الزمالك او مع منتخب مصر. فميدو بصراحه لما اتكلم في الحته دي انا بتفق معاه. وبعد كده ميدو قام قايل حاجه ثانيه، والله العظيم انا اول مره يعني خلاني ميدو اقعد ادور على الحاجات دي. انا دايما بحب بحتفظ بحاجات ليا معينه كده يعني، وان شاء الله في الفتره الجايه لو في حاجات كتيره جدا بظهرها كلها كانت عامله نوش. فميدو بيتكلم بيقول ان انا كان معايا عربيه وبوزع بوزع على الناس او ايا كان، يعني بوزع على البنات، يعني بقول لهم انا ابراهيم سعيد وبرقم تليفون. والله يا جماعه ده الكارت اهو اللي على اللي هي دي والله ده الكارت الصغير اهو. تعال والله ده الكارت صغير، قرب شويه ده الكارت بتاعي والله اهو. تعال حد يجي لو سمحت اهو ده الكارت بتاعي والله، مكتوب مع حبي وتقديري ابراهيم سعيد اهو. والله هو ده الكارت اهو، والله العظيم ده الكارت مع حبي وتقديري ابراهيم سعيد. على فكره يا جماعه عشان الجيل ده احنا اولا ما كانش ايامنا ولا في سوشيال ميديا ولا في كاميرات سيلفي ولا حد بيتصور معاك، يعني اللي كان يبقى معاه كاميرا ده كده بيبقى حاجه جديده جدا. فانا دي الحاجات دي دايما كانت همزه التواصل ما بيني وبين الجمهور. وكان في ايام حتى في الوقت ده كان في بوسترات، يعني كنت بطبع بوسترات او بطبع تيشيرتات عشان الناس لما بتطلبها مني فبديها. فاحنا ايام الموبايلات يا جماعه لما كانت بزراير. فكل التقدير والاحترام لميدو وهو صديق. ويمكن انا عايز اقول له حاجه ان هو نسي يقولها، ان هو جه مره شربني عصير برتقال هو هيفهم بقى الموضوع ده. اقول لك كنت اول مره اشرب برتقال في حياتي ماشي هنروح على ايش يا ميدو حبيبي يا ميدو، فاكر عصير برتقال يا ميدو؟ لا دي هديه من انت هتفهمها هو